هذا الشاب خالد صبحي سعيد 28 سنة، سوابق ومسجل خطر، عليه 4 أحكام، عليه 4 قضايا: 1 التهرب من التجنيد، 2 حمل سلاح أبيض، 3 التعرض والتحرش بأنثى، 4 محاولة سرقة بالإكراه. كان مسافر في أمريكا قبل كده ونزل عشان الجيش وكده ويخلص ورقه يعني، بس وبعدين هو واخوه هيعملوا، كانوا عاملين او تقريبا شركه استيراد وتصدير، وكان مسافر في امريكا قبل كده ونزل عشان الجيش وكده ويخلص ورقه يعني. حضرتك شاهدت الواقعه؟ يا ريت تحكي لنا عنها باختصار، ايه الحاجات اللي شفتها؟ والله هو دخل خالد الباب ده، كان في واحد قريبه موجود هنا، ومجرد ما دخلوا 2 واحد من هنا كتفوه. انا كنت قاعد على المكتب فوق ما شفتش حاجه، ابني كان على الباب، لقيته بيقول ايه ده، حسيت بهرج تحت نزلت، فلقيت 2 مسكين، واحد مكتفينه من دماغه وخبطوه في الرخامه هنا، فقلت لهم لا كده لا، وخرجتهم بره، خرجوا قدامي تحت الرصيف قدام المحل اللي جنبي ده، وخدوه العماره الجانبيه دي اللي جنبي على طول. طب حضرتك هل سبق ودخل احد المخبرين المتهمين في القضيه واعتدى على اي حد في السايبر؟ مكان له ميزه معينه، له ستايل معين، ما فيش حد بيخش هنا الا ما بيعرفني بنفسه، وان كان له عمل معين بنأجيه له في حدود القانون وفي حدود المألوف. ما حصلش حاجه، ما شفناش الواقع بالظبط. هل حصل قبل كده ان جه ناس من اسم سيدي جابر او مخبرين من اسم سيدي جابر اعتدوا على حد هنا بالضرب في القهوه؟ على حاجه، المخبرين ما بتعتداش غير على الصيع والحراميه، انما راجل محترم مش هيضربوه. ما كنت طول عمرهم بيجوا المحل هنا عندنا في الكافيتيريا، ما شفناش الكلام، ولا في الشارع اصلا، ولا سألي اي حد في الشارع، ما بيقدروش يضربوا حد اصلا، ما بيضربوش فعلا في الشارع غير الصايع معاه سكينه، حرامي كده بس. حتى بياع المخدرات ما بيمسكوه ما بيضربوش، ما بيضربوش فعلا في الشارع غير الصايع معاه سكينه، حرامي كده بس. حتى بياع المخدرات ما بيمسكوه ما بيضربوش. انا عايزاك تحكي لي بقى الواقعه بالظبط. والله بص، هو يعني ايه اللي حصل، ان انا قابلت خالد، طبعا قابلت خالد في الشارع، على شارع بورسعيد عندنا في كليوباترا. كان بقالي 2 أو 3 ما شفتوش، وسلمت عليه وكده اهوت. وبعدين واحنا ماشيين يعني قابلنا واحد صاحبنا اسمه هيثم عند السايبر بتاع هيثم دوت، فقلنا سلمنا على هيثم وكده، وبصيت لقيت 2 من افراد الشرطه جم وحاولوا يفتشوا خالد يعني كده، فهو ما رضاش يتفتش. حضرتك فاهمه؟ عايزين يعرفوا يعني قافل ايده على حاجه، عايزين يعرفوا ايه اللي هو يعني ايه الحاجه. ما حدش عارف ايه اللي في ايد خالد خالص، ما حدش عارف ايه اللي في ايد خالد خالص غير يمكن انا، لان انا اللي كنت ماشي معاه وراني يعني اللي في ايده. الناس الوقفه كلها بتبص، ما حدش عارف ايه اللي في ايده، المخبرين ما حدش عارف ايه اللي في ايده. فيعني حاولوا يفتحوا ايديه، ما عرفوش يفتحوا ايديه، حاولوا يمسكوه، ما هو مش مديهم فرصه انهم يمسكوه، كان في شد وجذب بينهم كبير. فجي يعني الكلام ده كان في داخل السايبر، فجي صاحب السايبر راح طالع مزعق ومطلعهم بره وكده اهوت. فتحركوا بخالد بره، بقوا على الرصيف، الناس ابتدت تتلم طبعا. فهو في وسط ما يرد عليا، طب اتصل لي باحمد اخويا، حاول اتصل لي باحمد. فقمت يعني مشيت بعيد شويه كده اهوت عن مكلم احمد. ايوه احمد، قلت له انا محمد حشيش. طب خالد؟ ايوه. قلت له احمد انت فين؟ قال لي انا في البيت. قلت له طب احمد تعالى دلوقتي بسرعه، احنا قدام السايبر. خالد معاه سيجارتين بانجو واخدهم من نسيبه، والمخبرين متعلقين فيه ومش عايزين يسيبوه، وانا بحاول امشيه، وهو قال لي اتصل بيك يعني كده، قال لي خلاص اقفل انا جاي على طول. فقفلت التليفون ورجعت تاني يعني قربت تاني على المكان، فلقيت الناس ملمومه، فابتديت اوسع الناس واحاول. يعني انت رايك ان هم ما اعتدوش عليه بالضرب؟ لا، لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه خالص. هم الناس بيحاولوا ان هم يمسكوه، هو يعني عايزين يفتشوه، هو مش عايز يتفتش، الناس بتحاول تمسكه، هم مش مديهم فرصه ان هم يمسكوه. فبقى في حضرتك فاهمه كاني مثلا ايه، مقاومه. حضرتك فاهمه هم عايزين يمسكوه وهو بيقاومهم جامد، ما فيش مش سايب لهم مجال انهم يمسكوه، فبيحاولوا يسيطروا عليه، مش قادرين يسيطروا عليه، عايزين يعرفوا ايه اللي في ايده، هو مش عايز يفتح ايده. انت قلت في اقوالك ان المتهمين ما اعتدوش على مرحوم خالد سعيد بالضرب،
تمام. طيب تبرر بايه الكلمات والسحاجات اللي مذكوره في تقرير الطبيب الشرعي؟ حضرتك انا قلت ان كانوا بيحاولوا يمسكوه هو بيحاول يهرب منهم، في شد وجذر كتير، اتنين بيحاولوا يمسكوا واحد مش قادرين يمسكوه وهو بيحاول يهرب منهم، فيعني اكيد اتخربش حضرتك. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، واحنا يعني لما خالد كان مغمى عليه بنشيله عشان نحطه على النقاله، بنرفع عشان نحط خالد على النقاله، اتزحلق مننا، انا كنت حاطط ميه على خالد وكده، فانا ما كانش يعني في مش يعني ما عرفتش، في ناس ما عرفتش تملك خالد، وقع منهم، وبعد كده المسعفين شالوه تاني عشان يحطوه على النقاله. انا اسمي علاء الدين علي احمد ابراهيم، محافظه المنيا، بشتغل في اسكندريه وانا سماك. حضرتك شفت الواقعة؟ طبعا شفتها. طب يا ريت تحكي لنا ايه اللي شفته عن الواقع اللي حصل، انا كنت قاعد مع صاحبي رامي على كافيتيريا السنس، فقابلني نشرب شاي، وبعد كده في اتنين جم من زوايا جنب السايبر، واحد طويل كده مع واحد تاني، فمنهم واحد دخل جوه السايبر فبيوري واحد حاجه في ايده، فكان في مخبرين قاعدين على الكافيتيريا بتاعت السنس ده، راحوا لهم واحد ما كانش معاه حاجه، وفي واحد تاني كان في ايده حاجه، في هات سيب اللي في ايدك ما تسيبش اللي في ايدك، كان في عمليه زي شد وبتاع، طب ادعنا نسيبها ما نسيبهاش، حصل فيه شد وبتاع، طلع صاحب السايبر زعق لهم ويلا من هنا وبتاع، وبعد كده في زيطه الناس كلها اتلمت، الحاجه بتضرب يعني كامله يعني. طب حضرتك شفت الاثنين المخبرين ضربوا المرحوم خالد سعيد؟ لا ما كانش فيه ضرب. أنا اسمي شريف، من منطقة كليوباترا، من الشارع اللي حصل فيه الواقعة. والله أنا كنت قاعد ساعة ما حصلت الواقعة على القهوة، وهي يعني حصلت في وش القهوة عند السايبر، كان محمد حشيش وخالد سعيد جايين من جنب السايبر كده، وقفوا يتكلموا مع هيثم ابن صاحب السايبر، وكان خالد بيتكلم مع هيثم بيوري له حاجه يعني او كده. في اتنين مخبرين قاعدين على الترابيزه اللي جنبنا، قاموا عدوا الشارع الناحيه التانيه راحوا اللي في ايدك يا خالد وكده، وهنا حصل زي جذب وشد من ما يقدرش يوريلهم اللي في ايده. شايف من عندي المكان اللي انا قاعد فيه ان هم بيحاولوا يفتحوا ايده بس، او ادينا اللي في ايدك ادينا اللي في ايدك، في ناس واقفه كانت بتديها لهم بس. طب هل في اي علاقه بينك وبين احد الطرفين، خالد سعيد او خالد سعيد جوه يعني ساكن اساسا في العماره اللي جنبه. طيب حضرتك شفت الاثنين المخبرين ضربوا خالد سعيد؟ بصراحه ما كانش فيه ضرب، يعني كان فيه جذب وشد، زي ما قلنا مثلا ان انا بحاول اخد حاجه من ايدك مش عايز تديها. لا بتعمل خالد سعيد. خالد سعيد جاري في الشارع، هو كويس ومقدر في حاله وكده، بس هو بس قابل الوحيد ان هو بيشرب بس كتير. طب ايه معلوماتك عن بالنسبه للاثنين مخبرين بينزلوا الشارع على طول، بيشوفوا شغلهم بما يرضي الله، يعني ما شفناهمش ضربوا حد قبل كده. ايه رايك في الكلام اللي بيتقال حوالين ان خالد سعيد كان معاه كليب بيبين ضابط شرطه بيوزع مخدرات على زمايله؟ لا الكليب ده قبلها بسنه، وكان معايا على التليفون ومع الشباب كلها بتاع كليوباترا، ودي حاجه تشرف يعني الحكومه اللي هم مسكوا ضبطيه حشيش يعني وكده، فدي ملهاش دعوه خالص بالارض.